لا راحة لإنسان إلا بلقاء ربه. كلنا فاهمين العبارة دي غلط جدا. كلنا متخيلين إن لقاء ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش غير بعد الموت، وده مش حقيقة. الصلاة لقاء، والذكر لقاء، والصدقة لقاء، والتفكر لقاء، والزكاة لقاء، وقيام الليل لقاء، ومعاملة الناس معاملة حسنة لقاء، والتأدب مع العلماء لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وعيادة المريض لقاء. كل حاجة ممكن تدفع بيها أذى عن حد أو تقدم بيها خير لحد، دي لقاء مع الله سبحانه وتعالى. فرص لقاء الله كتيرة جدا جدا، ومفروض ان احنا نغتنمها. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. يا رب اجعلنا من يسعون دائما للقائك. سبحانك أنت أرحم الراحمين. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين.